لما نيجي نتكلم عن الاشرار بتوع سلاحف النينجا، اول واحد بيجي في دماغك اكيد شريدر. لكن فيديو النهارده احنا مش جايين نتكلم عن شريدر، احنا جايين نتكلم عن المساعد بتاعه المهم جدا الدكتور باكستر ستوكمان، واللي هو واحد من اهم الشخصيات في تاريخ سلاحف النينجا ومن اكتر الشخصيات اللي مش واخده حقها. قصته في المسلسل بتاع 2003 كانت غريبه جدا ومليانه احداث كتير ومأساويه بشكل كبير جدا. فطبعا فيديو النهارده هيتكلم عن قصه ستوكمان بتاع 2003، فلو وراك صلاه او اي حاجه مهمه خلصها الاول وتعالى اتفرج على الفيديو، كده كده مش هيطير. ويلا بينا ندخل في الموضوع. ثواني بس قبل ما نكمل، الفيديو ده برعاية DQ ستور. شايف تيشيرتاية الOTC العظمة دي؟ بلاش شايف تيشيرتاية سينا الكلاسيك الأسطورية دي؟ لو حابب تجيبها فانت عندك مكان واحد بس تجيب منه، وهو طبعا DQ ستور. هتقولي ليه يعني؟ اقولك عشان احنا بنتعامل مع واحدة من احسن المصانع اللي موجودة في مصر في طباعة والتيشيرتات نفسها، والكلام ده طالع من خبرة، يعني مش اي كلام دعائي كده وخلاص بقوله عشان نجيب، وبأسعار ممتازة جدا. فالحق دلوقتي ادخل على الصفحة بتاعت الانستجرام اللي انا سايبها في اول تعليق او في البايو او في الوصف بتاع الفيديو، شوف الحاجه والتفاصيل بنفسك واحكم، وانا باكد لك انها هتعجبك جدا ان شاء الله. وبس يلا نرجع للفيديو. الشخصيه دي في الاساس اتعملت على ايد كيفن إيستمان وبيتر ليرد اللي هم المؤسسين بتوع سلاحف النينجا سنه 84 مع الميراج. طبعا النسخه دي بقى اتكتبت على ايد مارتن ايزنبرج عشان الكرتون نفسه. والمسلسل بتاع 2003 زي ما اغلبكم عارف بيحاول يحافظ على الاصل بتاع الكوميكس قد ما يقدر، وفي نفس الوقت يضيف حاجات جديده من عنده. في الكوميكس خلفيه الشخصيه ما كانتش واضحه قوي، لكن في النسخه دي يوضحوا ان هو طلع من عيله بسيطه جدا، كان بيحب العلم وهو صغير، امه ضحت بكل حاجه وشجعته علشان يعيش حلمه، بس ده خلاها دايما مش موجوده في البيت لانها بتشتغل اكتر من شغلانه. بس حبه للعلم خلى عنده ساعات نقص في الاخلاق، يعني من هو صغير كان بيعذب كائنات علشان يعمل عليها تجارب زي الصراصير وكده، بس ده كان بيهدى بسبب حب امه واهتمامها بيه. للاسف امه ماتت من كتر الشغل وسابته وهو صغير، يمكن الحادثه دي اللي خلته مهووس بفكره تحدي الموت باستخدام العلم. كبر باكستر وبقى راجل عبقري وفتح شركه كبيره جدا للصناعات بتاعته. واحده من الاختراعات بتاعته كانت الماوسرز، وهو جهاز بيموت الفئران في الشوارع. وكانت ابريل اونيل مهندسه برمجيات شغاله معاه. ابريل كانت بتحترمه وفخوره انها بتشتغل معاه، وكانت مفكراه حاجه عظيمه وشخصيه مهمه، بس الحقيقه كانت مختلفه. الفوت كانت بتمول تماما مشروع الماوسرز ده في السر، وما كانش عشان يخلصوا من الفئران اللي في المدينه، لكن كان عشان يسرقوا البنوك بتاعت نيويورك ويمولوا مشاريع شريدر. ابريل ابتدت تشك في الموضوع لما راقبت باكستر اكتشفت الحقيقه. باكستر حاول يخلص منها وبعت الفئران وراها، هربت للصرف الصحي، وهناك طبعا سلاحف النينجا انقذوها. وكان اصلا الماوسرز بيتتبعوا السلاحف وقتها. رجعت ابريل مع السلاحف ودمروا وحده التحكم بتاعت الروبوتات، ولما فشلت الخطه ابريل حملت الطاقه الزياده على الروبوتات وفجرت المبنى. لكن باكستر نجا بعد ما هن ساعده، بس كان يا ريته مات ساعتها. شريدر شاف ان هو لازم يعاقبه وقام كده ايه بقى يا سيدي، فاعلوا عينيه. بالظبط زي ما انت سمعت. ومن اللحظه دي باكستر بقى تحت سيطره شريدر، واشتغل على تطوير تكنولوجيا الفوت كلان، واخترع نينجا تكنولوجيين بيختفوا. لكن لما التجربه فشلت تاني شريدر عاقبه تاني. قام ايه بقى يا سيدي عشان شريدر طيب فاهم كده وحبوب، قام ايه قطع له ايده الشمال وكسر له رقبته، وبقى ماشي على كرسي متحرك. يعني شريدر بيحب يسخن عليه كده فاهم، يعني هزار كده، هزاره تقيل شويه معلش، روكوساكي يعني ايده تقيله. باكستر ما كانش مجرد تابع، ده كان هو شايف ان تمويل شريدر ده فرصه ليه ان هو يعمل ابتكارات كتيره، وكان منبهر جدا ببدله فضائيه اسمها يوتروم، وقال لشريدر انه لو اثبت ان السلاحف ماتوا هياخد البدله دي منه. وشريدر وافق، عمل ادله مزيفه كده وجاب رابطه كده حمراء ومشاها كانها بتاعت رافائيل، وكانه ايه خلاص خلص على السلاحف علشان ياخد من شريدر البدله، وكان ناوي ينتقم بيها من شريدر والسلاحف وكله. وساعتها بقى قام واخد البدله دي ودخل على السلاحف وهم بيواجهوا شريدر عشان يخلص عليهم هما الاثنين. بعد معركه قويه اتهزم وانفجرت البدله في السماء، لكنه ما ماتش وتحول لدماغ راكب على روبوت عنكبوت في الجزء الثاني بان الموضوع ده. بس شريدر مازال محتاج دماغه، فركب له جهاز يعذبه لو خالف الاوامر. وفي الاخر فيجيتوي تحرره وهاجم شريدر وهرب. بعدين باكستر اشتغل مع ليذر هيد وعملوا روبوت ضد السلاحف، لكن ليذر هيد اكتشف انه بيتلاعب بيه. بعدها رجع باكستر يشتغل مع المافيا واخترع اسلحه ضد عشيرة الفوت، بس كراهي رجعت وقبضت عليه وحولته لدماغ في انبوبة. الراجل عمال بيقل وبيفقد ادميته مرة عن مرة، وبعد سلسلة طويلة جدا من التجارب وانتقالات بين الاجسام وبدايل وخيانات وكل الليلة دي، وصل ان هو يشتغل مع العميل الحكومي بيشوف. في مرحلة ما باكستر قدر ينقل دماغه لجسم بشري، وكان سعيد جدا في البداية لانه حس بكل حاجة تاني. لكن وقتها بدأ جسمه ينهار وبدأ يهلوس، وخطف ابريل وشافها امه، وحوار كبير قوي
ممكن تشوفه في الفيديو اللي انا عملته عن الحلقه دي، هتلاقي يطلع لك في الاي اللي فوق او في الاخر، يبقى شوفه بعد ما نخلص. المهم الحلقه دي اتمنعت من العرض في امريكا بسبب محتواها العنيف، لكن اتعرضت في دول تانية واتذاعت على نيكلوديون سنه 2015. وفي النسخه الاصليه من السيناريو كان عنده اب عنيف، بس المؤلف بيتر ليرد شاف انها فكره نمطيه ويعني عنصريه على السود الى حد كبير، فقرر ان هو يشيلها. في الاخر باكستر رجع دماغ تاني وبيشوب استخدمه بس بشكل انساني اكتر من شريدر وبدا يعامله كويس. وبعد سنين طويله جدا في سنه 2105 هتقول لي ايه اللي ودانا في المستقبل قوي كده، هقول لك كان في احداث في السلاحف فاست فورورد بقى، وان هم دخلوا المستقبل 100 سنه وحوارات كده كبيره. باكستر بقى شبه الكائن الفضائي كده، بقى بعين واحده وشكله غريب ولسه بيحاول يرجع لجسمه. خطف بيشوب علشان ياخد جسمه، لكن ليوناردو قال له ان انت وحش ولا انسان، وحاول يخليه يفكر ان هو يعني يغير اللي هو بيعمله. وفي الاخر بيشوب انقذه وقال انه يقدر يبقى بني ادم تاني. وبالفعل بدأ باكستر يرجع للطريق الصح، وكان عنده طموح ان هو يبقى نائب رئيس تحالف المجرة وشوية عبث كده خيال. انت عارف انت اخر جزئين في سلاحف النينجا 2003 ما كانوش الاقوى، وفي الاخر بقى شخصية كويسة وبقى شغال مع بيشوب والدنيا معاه كانت كويسة جدا. فبس دي قصة باكستر ستوكمان، واللي هو بصراحة شخصية هو شرير وكل حاجة، لكن برضه الواحد بيشوف معاه تعاطف، وكويس ان هو اتحول طيب في الاخر، لانه صحيح عمل حاجات كتيرة جدا مش كويسة، لكنه كان ضحية لظروف صعبة اتولد فيها، وظروف برضه صعبة في المعاملة والقسوة الكبيرة اللي كانت عليه من شريدر، وما بقاش كويس غير لما فعلا لقى حد يعامله كويس، واللي لقاه طبعا في بيشوب. وحاجة تزعل قوي حوار الكاركتر اللي بتاع ابوه ده، ان هو كان بيقولوا ابوه المفروض كان شخصية عنيفة وبيضرب امه ومش عارف ايه، وكانت بص قصة مأساة يعني، بس كويس ان هم شالوها في الاخر. وستوكمان يعني بشوف ان هو شخصية مش واخدة حقها في سلاحف النينجا، خصوصا نسخة 2003 كان جامد جدا. ستوكمان كان مسلي الى حد كبير، طبعا بتاع 2012 كان قوي برضه ولذيذ يعني، بس ده احلى من وجهة نظري. وانت برضه ممكن تقول لي رايك في التعليقات، هل كنت بتحب النسخه دي من ستوكمان ولا شايفها اي كلام؟ فبس ده كده الفيديو، قول لي رايك في الموضوع عجبك ولا لا. وانا خلاص خلصت كلامي، تعمل لايك واشتراك وكل الكلام الحلو ده، وبس سلام. سلاحف بيواجهوا وحش في المحطة بتاعة القطر، لكن بيفشلوا ان هم يجيبوه بعد ما القطر كان هيجي ويخلص عليهم كلهم. على الناحية التانية ستوكمان واللي شغال دلوقتي مع بيشوب في الجسم الروبوت بتاعه بيكون مستعجل جدا ان هو ينقل مخه والوعي بتاعه للجسم الجديد اللي هو بيعمله في المعمل بتاع طبعا بيشوب، واللي اصلا النموذج ده عايزين يستعملوه علشان يعملوا المشروع بتاع السوبر سولجر او الجندي الخارق، اللي هو يعملوا جنود دي ان ايه والشغل ده مستنسخين. بس بيشوب بيحاول يحذروا من الموضوع ده، لكن مع اصرار ستوكمان بيشوب في الاخر بيقول له اعمل اللي انت عايز تعمله بس ما تاثرش على مخك، عشان بالنسبه لهم مخه مهم جدا. انهم سلاحف النينجا ابطال في صدفات ذكنا الازرق هو ليوناردو يحارب بالسيف كل من يعترضه، اما دوناتيلو فهو بارع في الالات، رافائيل جاد لا يحب المزاح، مايكل انجلو ليس له مثيل، خفيف الظل ويحب الاسترخاء، المعلم سلينتر اعطاه مهارات يحاربنا بها كل العصابات. انهم سلاحف النينجا ابطال في صدفات